يلا بينا نخزن الطماطم، فرصة ان سعرها دلوقتي رخيص. يلا بقى نعمل احلى صلصة ونخزنها عندنا في الفريزر. عايزة اقول لكم ان الخطوة دي بتسهل علينا حاجات كتير قوي. بنجيب الطماطم وننزل بيها في الحوض كده، ونفتح عليها المية واحط عليها شوية خل، واسيبها لمدة ربع ساعة في المحلول ده. وبعد ربع ساعة يلا بقى نغسل الطماطم اللي معانا دي. واثناء ما بنغسل الطماطم بنشيل الجزء الاخضر من فوق. وبعد ما غسلنا كل الطماطم اللي معانا يلا بقى نشوف هنعمل ايه. بجيب كل طماطمايه وبنشيل فيها او نشيل منها الجزء اللي من فوق ده على شكل دائرة كده. بصوا بطريقة دائرية علشان ما هدرش في الطماطمايه. شايفين بالطريقة دي؟ عايزة اقول لكم ان هي ما تاخدش منكم إيه، او ما تاخدش كتير من الطماطم يعني. وبعد كده بنحطها على النار وبنغطيها ونسيبها على نار هادية خالص. وهي طبعا بيبقى حجمها كتير، بس لما بتقعد على النار بتنزل كل المية وحجم الطماطم بيقل. وبعد ما الطماطم كلها استوت بنجيب الهاند بلندر ونضرب الطماطم كويس، او تضربيها في الخلاط بس بعد ما تسيبي الطماطم تبرد. وبعد كده بنصفي الطماطم بالشكل ده. وبعد ما صفيناها كويس يلا بقى ناخد الطماطم وننزل بيها في حلة على النار فيها شوية زيت علشان تاخد تسبيكة كده مع الزيت. واثناء وهي على النار وهي وبتغلي كده هننزل عليها بمعلقة كبيرة كده من السكر. واول ما بتغلي نطفي عليها وكده هي تبقى اتسبكت وهي كده جاهزة ومعاكي كده احلى صلصة بجد هتخزنيها عندك في الفريزر. طبعا بنسيبها تبرد خالص قبل ما نبدأ نحطها في اكياس التلاجة. انا بجيب كيس التلاجة كده واحطه في مج كبير او في اي حاجة تساعدني انا وبنقل الطماطم في الكيس دي يعني، علشان ايه؟ ما تبهدلش ولا بهدل الدنيا يعني. وبكده تبقى معانا الصلصة بطريقة سهلة وبسيطة وما فيهاش اي افتكاسة طبعا يعني. بجد روحي انزلي هاتي الطماطم اللي في السوق واعملي احلى صلصة وهتسهل عليكي حاجات كتير قوي. بجد كانت تحفة وريحتها بجد جميلة. ده كان فيديو النهاردة، لو عجبك لايك وشير وسبسكرايب للقناة وفولو صفحة الفيسبوك. باي باي.